اطلع، بلدي جنة ليش لا اطلع. وصارت عنا الحرب هي، وشفنا شو ساووا العرب فينا. ولا دولة عربية فتحت بوابها، ولا دولة. بس في بعض الدول قالوا لهم ليش ما عم تفتحوا بوابكم؟ تفضلوا شوفوا ليش. ما السبب الذي يمنع هذه الدول بما فيها الكويت المنضوية تحت مجموعة أصدقاء الشعب السوري؟ تعالوا نسمع دولة الكويت انه ليش، شو السبب لعدم استقبال اللاجئين. الكويت ودول الخليج غالية ومكلفة ولا تصلح لعيش اللاجئين، تصلح للعمل. غالية، سمعتوا قال شو؟ غالية ولا تصلح للعيش للاجئين. بس لحظة، ليش مين قال لك انه كلمة لاجئ بتعني انه هو فقير او شحات؟ هذا اللي عم عنه لاجئ هو لاجئ حرب فقط، مشان تحطوها ببالكم. لجأ للبلاد مشان لانه في عنده قصف، عنده دمار، عنده عيلة يتمت، عنده ناس تشردت. هو ماله لاجئ فقر او لاجئ جوع. هي مشان تعرفوا شو معنى كلمة لاجئ. لا تستطيع انك انت تستقبل ناس اخرين من بيئة اخرى، من مكان اخر، في عندهم مشاكل نفسية او عصبية او عندهم تروما، وتدخلهم في المجتمعات. عندهم مشاكل عصبية او مشاكل نفسية، ما يعني انت، يعني بس بدي افهم انت بصفتك شو عم تحكي عن الشعب السوري هيك؟ مشاكل نفسية او شيء؟ ها؟ وتروما قلت لي؟ تروما؟ حلو كثير. انت قلت والله ابتلشنا يا جماعة. أنا ما أدري، شوف كل من لبس عقال قالوا عنه كويتي. يا أخي والله مشكلة. الحين هذا ما يدري هالسوري اللي قاعد يوسخ سمعة الكويت بهالمقاطع هذه ويدزونها على الواتسابات. ما يدرون أن السوريين بالكويت هني 3/4 تجار الكويت. أنت لما تروح شويخ هناك تلقاه قاعد ريل، حاط ريل على ريل ويتعلج، شاري له محل ب50-60 ألف دينار ويلملم الفلوس ومخلي أهله هناك يقعدون بخيام يم تركيا بهالبرد والعن تخير. وشوف الناس اللي قاعد تدز واتسابات توسخ سمعة الكويت. ولك الكويت أنت وكلتك أنت وأهلك وأهل أهلك، أجيالكم كلها من خير الكويت طلعت. درسوكم وعلموكم، حتى المهن علموك إياها. الحين يطلع لك شخص واحد يدز واتسابات يوسخ سمعة الكويتي مع القذر هذا اللي حاطينه ويتكلم على الكويتيين. ما يدري ان 3/4 الخليج كلهم تجار سوريين يلملمون بهالفلوس وهالملايين، واهلهم قاعدين على حدود تركيا بخيام بهالبرد وهالموت، خاطه اهله مخليهم يولون ومخلي ديرته هناك، وجايين هني يلملمون هالدينار. يبا هذا طلعوا له فيزا، خليه يفتحوا له يبا محل بنشر اللي قاعد فيه ويلم له كم دينار. وبعدين انا للاسف ان في من البعض يدز المقاطع هذه اللي تشويه سمعة الكويت. احنا والله ابتلشنا بالديره ما نخلص، وبالبرهم ما نخلص، والله ابتلشنا. يعني الكويتي هالطيب هالمسكين دائما مطقوق من كل صوب. والله ابتلشنا. يا اخي خليه يجي هني ويشوف السوريين الموجودين عندنا بالكويت هني ملايين يشترون المحلات على 70 ألف و80 ألف دينار، ومخلي اهله قاعدين بخيام بتركيا هناك قاعدين